محمد رفقي عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل. فيما يخص هذا المشروع بالنسبة للفيدرالية الديمقراطية للشغل كان دائما سباقة لدعم حقوق المهاجرين، سواء كان على المستوى المهاجرين اللي عندنا في المغرب او على المستوى المهاجرين اللي كاينين في المغاربه المتواجدين في اوروبا. المقاربه ديالنا احنا بالنسبه لمساله الهجره هي مقاربه اكثر فيها الشق السياسي والشق النقابي. الشق السياسي خاص موازاه مع القوانين اللي المفروض انها تكون تدعم هذه الهجره اللي بالنسبه لنا احنا في المغرب سنعتبروها بان تفرضات بحكم الوضع اللي كاين في سواء المستوى ديال افريقيا او المستوى ديال شمال افريقيا. في افريقيا وشمال افريقيا لي بي سوب ساحاريان اللي تفرضات ماشي بالنسبه لاوروبا اللي كان عندها ان شوا من بعد الحرب العالميه الثانيه انها تبني الاقتصاد ديالها على اساس اليد العامله الاجنبيه. حنا بالنسبه لنا دائما تنقولوا خاص الدوله تحمل مسؤوليتها اولا في تثبيت الحقوق، تثبيت الحقوق سواء ديال المهاجرين او ديال المواطنين المغاربه من خلال سمو المواثيق الدوليه كما جاء في الدستور فيما يخص اتفاقيه 87 فيما يخص الحريات النقابيه، توسيع المجال ديال الحريات النقابيه. هذا في الشق. فاما في الشق السياسي خاص الدوله تتحمل مسؤوليتها فيما يخص هذا المشروع هذا اللي تيهم دول تونس وليبيا ومصر. خاص تكون واحد السياسه منفتحه على شمال افريقيا على اساس باش يكون واحد الاندماج سياسي واقتصادي شامل في بعده حتى الانساني.